مكان غريب نوعا ما، بس انتوا هتشوفوا المكان ده عبارة عن ايه بعدين في الفيديو. النهاردة هروح القلعة لأول مرة وأنا في القاهرة. قررت يعني لازم أشوف القلعة عشان طبعا هي من المعالم المشهورة جدا وشفتها من أماكن كتيرة جدا في المدينة. يعني في الفيديو ده أنا هروح القلعة وكمان المنطقة اللي حواليها. يعني بعد ما أزور القلعة أنا كمان هتمشى يعني شوية في منطقة السيدة زينب اللي هي منطقة شعبية بس فيها كمان يعني معالم تاريخية كتيرة جدا. وأنا دلوقتي في متحف جاي أندرسون. يعني هو متحف عبارة عن بيت قديم جدا وفيها يعني غرف كتيرة جدا، وهتشوفوا البيت كمان في الفيديو. بس أول حاجة أنا هزور القلعة، يلا بينا. قلعة صلاح الدين واحد من أهم المعالم في القاهرة، وأنا متأكدة إنه كل سكان القاهرة شافوها إما من بعيد أو زاروها، وأنا كمان شفتها في فيديوهاتي السابقة وأخيرا قدرت أزورها. وواضح من اسمها إن القلعة اتبنت تحت حكم القائد صلاح الدين، وده كان في القرن الثاني عشر، والهدف وقتها كان بناء قلعة تحمي مصر من الحملات الصليبية. ومن اللحظة دي القلعة بقت مركز للحكم لمدة حوالي 7 قرون، بس مع الوقت اتغير شكله وتم إضافة مباني، وعشان كده بنلاقي فيها النهاردة مباني من العصر الأيوبي وبعدها كمان مملوكي وبعدها اتبنت في عصر محمد علي زي المسجد ده. يعني المدهش هنا إنه القلعة بتجمع بين عصور مختلفة، وكل عصر ساهم في بناء مدينة صغيرة جوه مدينة القاهرة. أكتر مكان بيلفت النظر هو مسجد محمد علي، وقبل ما زرت القلعة فكرت إنه ما فيهاش أكتر من كده، بس اكتشفت إنه في أماكن أكتر بكتير في القلعة. بس يلا نبدأ مع المسجد. المسجد ده بناه محمد علي في القرن التاسع عشر، وأول ما تدخلوا الفناء هنا هاخدوا بالكم من حاجة اللي عادة مش جزء من المساجد العادية، بس هنا بنلاقي برج ساعة، وده كان هدية من فرنسا مقابل إنهم ياخدوا مسلة. يعني ده كان عبارة عن استبدال تراث. والحلو في الموضوع في رأيي إنه ما أخدوهاش من غير مقابل زي ما سرقوا حاجات تانية كتيرة من تراث مصر. بس اكتبولي في الكومنتس ايه رأيكم في موضوع الاستبدال ده. أول ما دخلت المسجد بقيت مبهورة من الزخارف العثمانية، وحسيت إنه المسجد ده ما بيقلش جمالا عن المساجد العظيمة من العصر العثماني في إسطنبول. وعجبتني جدا الألوان، يعني الأخضر وذهبي، وكمان الإنارة والخط العربي. وعلى فكرة الأناديل اللي بتشوفوها عددها 365، والرقم ده بيرمز إلى أيام السنة. بعدين استمتعت شوية بالفيو، وواحد من الناس اللي بيبيعوا حاجات تذكارية قال لي انه في البعد باين الاهرامات، وبصراحة ما كنتش هاخد بالي منها، وعشان كده كنت متشكرة جدا عشان بحس انه الاهرامات في الافق حاجة مميزة جدا، وانا دايما ببقى مبهورة قوي لما اشوف الاهرامات. أنا استمتعت جدا بالجو هناك عشان ما سمعتش أي دوشة من الشارع ومن العربيات، وما لقيتش أي مكان كده من يوم وصلت فيه القاهرة. وفي القلعة سمعت بس أصوات الناس اللي كانوا بيتكلموا في كل لغات العالم.
دلوقتي إلى متحف العسكري. بس في الطريق إلى المتحف عديت بمسجد تاني وطبعا دخلته. في كمان مسجد تاني هنا في القلعة. وزي ما قلت لكم في البداية هتلاقوا في القلعة مزيج بين مباني من عصور مختلفة، والمسجد ده بيمثل العصر المملوكي. المسجد ده كمان جميل جدا، بس يعني مختلف جدا، ما فيش مكان جوه، يعني المسجد كله برا. وكمان المسجد ده هادي جدا. المسجد التاني كان في زحمة شوية عشان كان في يعني سياح كتير، بس هنا ما فيش ناس تقريبا. أنا رايحة دلوقتي المتحف الحربي القومي، بس تقريبا ما فيش حد، كل السياح بس عند المسجد. هنا في المتحف العسكري وطريق زي كده، يعني في مدافع كتيرة، مخيف شوية. هنا تمثال إبراهيم باشا. هديكم بعض المعلومات عنه دلوقتي. إبراهيم باشا كان ابن محمد علي، ويقال إنه حكم مصر لبعض شهور بس. ده هو الرئيس السابق أنور السادات، وده جمال عبد الناصر. ودي القاعة الرئيسية، ويعني المدخل في متحف الحرب. في كمان يعني أماكن تانية ممكن الدخول إليها ب50 جنيه، بس أنا بس أشوف يعني هنا منطقة المدخل. عجبتني التماثيل هنا عشان هما من عصور مختلفة، مثلا من القرن الإسلامي، وكمان بنشوف ازاي كان الهدوم زمان في العصر ده. كمان في واحد من العصر الأيوبي والعصر المملوكي والعصر العثماني. ما ينفعش. انا قلت لحضرتك قبل اي حاجه وقبل ما اعمل اي خطوه. لقيت مجموعة من التماثيل لقضاة مصر من 3000 سنين قبل الميلاد، ومنها رمسيس الثاني اللي ليه تمثال كبير في المتحف المصري الكبير وشفته في الفيديو الأخير ليا، وصلاح الدين الأيوبي اللي بنى القلعة كلها. صلاح الدين الأيوبي محمد علي باشا. إبراهيم باشا. وبعد ما مشيت في متحف الحرب انتقلت إلى متحف الشرطة. الساحة دي جميلة جدا وهادية، ما فيهاش كتير ناس، والمنظر تحفة.
هناك كمان يعني مسجدين أعتقد، مش عارفة يعني العمارات دي عبارة عن ايه بالظبط، بس شكلها جميلة. بعد ما خلصت من زيارة القلعة أنا عايزة كمان يعني أستكشف أكتر أماكن في السيدة زينب، عشان السيدة زينب منطقة قريبة جدا من هنا، وأعتقد إني يعني هتمشى كمان هناك. وفي متحف الشرطة كمان معرض صغير عن ازاي بتاع الشرطة في العصور المختلفة. دي صور قديمة للشرطة، يعني زمان كان شكل الشرطة كده. وده كان شكل الجنيه المصري قديما، ومش عارفة ليه بس كان فيه كمان 100 دولار أمريكي. وبعدين عملت جولة جوا السجن وبصيت جوا الزنازين وحسيت بالجو التقيل وأنا شفت المسجون في الزنزانة. لقيت الحتة دي عشان شفت ناس بيصوروا هناك، ودي فعلا أحلى حتة عشان المسجد باين تماما من هناك. تمام، خلصت وزرت القلعة ودلوقتي أنا هروح السيدة زينب، وعايزة أزور إن شاء الله كمان مسجد ابن طولون وأماكن يعني تراثية تانية. أنا حاليا بتمشى بس بحس إنه الناس يعني مش بتمشوا كتير، يعني أنا الوحيدة اللي بتمشى هنا تقريبا. أنا هنا في تكية المولوية، يعني ما فيش حد في المكان ده، بس المكان جميل وهادي جدا، بس يعني للأسف مش معروف خالص، يعني ما فيش سياح. الشمس هنا من الشباك يعني جميل جدا، أنا ممكن أشوف أشعة الشمس. يعني الريحة هنا كمان خاصة جدا، عشان يعني في يعني كله مصنوع من الخشب، وفي يعني الريحة دي من الخشب. أنا كمان أخدت بالي من إنه في ضريح، في كمان تحت، ممكن أروح كمان تحت بس أنا مش متأكدة. في سلم أنا ما شفتهوش قبل كده، المكان أصلا يعني مدلم شوية، بس هشوف يعني المنظر من فوق ازاي. ومن هنا باين جدا
يعني مساحة عرض الرأس. وفي نفس الشارع اللي فيه تكية المولوية كمان موجود قصر الأمير تاج، وهو هيدن جيم، والتسمية دي مناسبة جدا وهتشوفوا ليه. أنا طلعت فوق السطح وللأسف مش ممكن أصور جوا، يعني ممكن بس أصور صور بس مش فيديوهات للأسف عشان المكان جميل جدا. بس بحاول إني يعني أصور صور وبشرح معلومات بعدين. قصر الأمير تاج انهار تقريبا بعد زلزال 92 وبقى تهديد أمن سكان المنطقة، وتم تكليف فريق عمل بترميم القصر وأخذوا كل احتياطاتهم عشان القصر ما بيتعرضش لانهيار جديد. وهو فعلا هيدن جيم، وفي أماكن مخفية عن عيون معظم السياح، وممكن الوصول إليها بس عبر ممرات ضلمة اللي هي عبارة عن متاهة ممكن تبقى تايه فيها بسهولة. وكانت هناك موظفة ورتني الطريق، وكانت الممرات ضلمة لدرجة إن أنا ما كنت شايفة إيدي. ولما اكتشفت الحمام ده بقيت مبهورة وما صدقتش عيني، فالإنارة الملونة فيه تحفة فنية وحسستني براحة داخلية وجو روحاني وحالة من الدهشة لا توصف بكلمات. وبينتهي الجزء الأول من جولتي في القلعة والسيدة زينب هنا، وفي الجزء التاني هتشوفوا مسجد ابن طولون، وده كان تحفة معمارية حرفيا، وبيت مصري قديم فيه كنوز غير متوقع. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان ما يفوتكوش الجزء التاني، واعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو.